السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي مع اسماء فودة. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة كده هنعمل حاجة حلوة مع بعض والاطفال كلها بتعشقها. هنعمل مع بعض كب كيك بطريقة بسيطة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. جربوها ان شاء الله وقولوا برضو رأيكم في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم قوي. عندنا كوباية سكر زي ما انتم شايفين، عندنا لبن كوباية لبن، عندنا نص او ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت، وعندي بيضتين، وعندي طبعا الكاكاو الخام اللي هو الاسباني. ده نوع حلو قوي في كب كيك وفي الكيكات، نوع كويس جدا وبدون سكر. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. نحط مع بعض كوبايه السكر بسكر، هنسيب طبعا الزيت في الاخر. نحط مع بعض اللبن كوبايه لبن، ونحط البيض. كده انا حطيت البيضتين، وبحط عليهم طبعا 3 نقط كده فانيليا سايله عشان الزفاره، وبحط معلقه كاكاو خام، بحط معلقه كاكاو خام زي ما انتم شايفين كده، وببدا اضرب الخليط بتاعي، وبنزل الزيت سرسوب كده سنه بسنه عشان الخليط بتاعي يتقل شويه بالزيت. هنا بقى حاطه كوبايه ونص دقيق، وبنخلهم كده. لازم ننخل الدقيق الاول يا جماعه، ننخل الدقيق لاي مخبوزات عشان يدينا نتيجه كويسه. وكده هنا حطيت كوبايه ونص دقيق، تمام، ما زودتش عن كوبايه ونص. وحطيت معلقه كاكاو خام صغيره عشان تعزز الطعم واللون عندي بتاع الكب كيك. وحطيت كيس او باكو بيكنج باودر، وبقلبهم كده كويس في بعض قبل ما بنزل عليهم بالخليط. هبدأ انزل بالخليط بتاعي كده. انا نزلت بالخليط بتاعي على قد ايه اللي معايا. طبعا حاطه في الخليط سكر، زيت، لبن، بيض، ونحط نقطتين فانيليا كده او 3 علشان خاطر ما يبقاش زفره معايا. ونحط في الخليط معلقه خل عشان يبقى الكب كيك معايا هش كده وحلو وطعمه حلو. نقلب كويس. طبعا حاطه دقيق والبيكنج باودر، وحاطه برده معلقه كاكاو خام عشان اعزز لونه واعزز الطعم بتاعي. بقلب الخليط كويس جدا قبل ما اصبه في الكب كيك. نقلب الخليط كده كويس قوي لحد ما يتجانس مع بعض. وطبعا دي الصينيه بتاعتي الموجوده للكب كيك، عباره عن 6 عيون. عندي اللي هو الحجم اللي فيه 6 عيون ده، وفي طبعا تقريبا صواني فيها برضو 12 عين بيكون افضل يعني، بس انا بعمل بالمتاح عندي برضو. بحط ال6 عيون كده خلاص. بحاول انا اصب بقى الكب كيك كده بالراحه، وبرضو مملاش الورقه لحد فوق او القالب لحد فوق، يدوبك بس حته كده. ما بيدهنش زيت ولا اي حاجه يا جماعه، لان هو الورق دوت بيزحلقه عادي وما بندهنش فيها اي زيت. في بقى طبعا قوالب ألمونيوم ممكن اللي احنا ندهنه كده يا جماعه. زي ما احنا شايفين مع بعض، حطيت الخليط بتاعي في القوالب بتاعه الكب كيك. تحط حوالي نصها، ما تزوديش عن كده برضو عشان هي لسه تدخل الفرن وداخل فيها بيكنج باودر، لسه برضو هتنفش وهتتنفخ وكده، فحجمها طبعا بيزيد، ده الطبيعي. شايفين هو شكله اصلا ما شاء الله، وشايفين اللون جميل ازاي. طبعا الكاكاو الاسباني الخام ده جميل جدا اللي هو بدون سكر. يا ريت يعني نجربه مع بعض، ويا ريت لو بتشوفيني لاول مره يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتحفزوني كده دايما وتشجعوني بتعليقاتكم الحلوه اللي دايما بتشجعوني بيها، وتخليني ان شاء الله اصور لكم فيديوهات احلى واحلى. هندخله دلوقتي على درجه حراره متوسطه 180 حوالي ربع ساعه، ونشوفها ان شاء الله مع بعض.
وانا كده طلعتها من الفرن، خد في الفرن حوالي 12 دقيقة، يعني تقريبا ما كملش نص ساعة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك عمل لي كمية قد ايه. الخليط اللي انا عملته بكوباية لبن ما شاء الله عمل لي كمية كبيرة. هبدأ دلوقتي لما هو يهدى كده ويبرد شوية بروح مخرماه كده، عامله له فتحات بالخلة، بأي خلة زي دي كده بعمل له فتحات عشان اسقسق فيه لبن او اسقي لبن كده بسيط، عشان تبقى الكيك ايه او الكب كيك طري من جوه، يبقى طري كده ايه وهش من جوه، يبقى طعمه حلو معايا. او زي ما انتوا شايفين كده. بس اسقوا لبن كده بمعلقه صغيره بالراحه كده، وهيدخل طبعا في الفتحات اللي انا عاملاها بالخله، يعني ايه بسيط برضو كده عشان يبقى الكيك بتاعي طري من جوه ويكون طعمه كويس. بس ايه كده كله مش كتير طبعا، هو حوالي معلقه كده كل واحد او معلقه ونص هيبقى تمام قوي معايا. هكمل بقيه الكيك وارجع لكم تاني. وكده زي ما انتوا شايفين انا سقسقته كده بلبن بسيط، حطيت ربع كوبايه لبن وعليهم نص معلقه سكر صغيره، واشوف ما شاء الله بقى طريه، بقت طريه زي ما انتوا شايفين كده اهي طريه. شايفين بيضطر بقى الكب كيك او بيضطر اي كيكه معايا نخرمها الاول بالخله زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بسقسها بلبن ويعني نسبه بسيطه سكر، ما خلوش برضو مسكر قوي. ودلوقتي انا حطيت ربع كوبايه لبن زي ما انتوا شايفين، وحطيت نص شوكولاته خام كنت جايباها كوفرتينا، وبقلب كده بسيط لحد ما بتدوب خالص او بتسيح خالص معايا، بس اهم حاجه على نار هاديه. وبعد ما بخلصها بحط لها ايه معلقه زيت صغيره عشان يدي لمعه للصوص بتاعي. هقلبها كده واسيحها وهرجع لكم تاني. اهو شايفين هي كده ساحت معايا خالص على نار هاديه طبعا. يبقى انا حطينا نص الشوكولاتايه او 3/4 على ربع كوبايه لبن. دلوقتي بقى هنضيف لها معلقه زيت عشان يدي لمعه للصوص بتاعي. ودلوقتي انا ضفت لها معلقه زيت صغيره، مش معلقه كبيره، معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي دي، وبقلب الصوص بتاعي عشان يديله لمعه ويبقى طري كده وحلو على الكب كيك بتاعي. اهو تمام كده خلاص بقى انا هطفي عليها. اهو كده نزلت عليها بالصوص بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه، وننزل عليه بالراحه طبعا لان زي ما انتوا عارفين الجو طبعا حر والشوكولاته بتبقى سايحه معايا شويه، فبالراحه كده علشان برضو ايه ما يبهدلش الدنيا جنبه. وزي ما انتوا شايفين كده انا عندي بقى هنا فورماسي ملون، هبدا اللي انا ازين بيه من فوق. وانا عندي فورماسي ملون بزين بالشكل ده كده، حاجه بسيطه كده ايه من فوق، من فوق الشوكولاته كده بيدي منظر. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، ومش تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوه، وكلنا نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. وشجعوني يا جماعه والله لان الفيديوهات بتبقى متعبه جدا، فشجعوني يعني برضو ايه وقدروا التعب اللي احنا بنتعبه ده. ما تنسونيش باللايك وبالتعليقات الحلوه عشان تحفزوني ان شاء الله انا اعمل لكم فيديوهات جديده واجيب لكم وصفات حلوه وجولات حلوه ان شاء الله. مستنيه تشجيعكم ان شاء الله وتعليقاتكم الحلوه. انا كده بحط فورماسي ملون برضو كده ايه يعني برضو بسيط كده، لان الدنيا برضو سايحه معايا شويه من الجو، طبعا عارفين الجو عامل ازاي. طبعا الاطفال بتفرح بيه جدا، يعني اصلا بتعشق الكب كيك. وطبعا الفورماسي الملون ده الفورماسيلا دي جميله جدا، بيفرحوا بقى طبعا الاطفال بالالوان، بيحبوا الشوكولاته وبيحبوا الالوان الجميله دي. فياريت تجربوها ان شاء الله في اقرب وقت، وتقولوا رايكم برضو في التعليقات، وامشوا ان شاء الله على نفس الخطوات هتطلع معاكم زي الفل. انا كده خلصت الكميه اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي مش بتاخد فورماسي اصلا، انا بجيب ب5 جنيه فورماسي من عند العطار، يعني بيغرق لي الدنيا. يعني انا مزينه كله وانا عندي اصلا كتير، وزي ما انتوا شايفين كده انا معايا كتير برضو، يعني مش هيكلفكم كتير. انا بجيب ب5 جنيه بس بيغرق الدنيا معايا، لان هو برضو مش بياخد كتير، يا حجمها صغير جدا، فبيدي معايا كميه حلوه بصراحه.
يعني انا بعمل وبشيل برضو الباقي، بشيل بقيتها برضو، بتنفعني برضو في مرة تانية او بستعملها في مرة تانية. اهو كده خلصناها، كده الشكل النهائي بتاعها. يا ريت بقى ان شاء الله تجربوها قريب وتقولوا رأيكم في التعليقات، وبألف هنا وشفا. وبإذن الله يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.